اسمها بالكامل مديحة كامل صالح أحمد. ولدت عام 1948 في محافظة اسكندرية، من أسرة متوسطة عاشت طفولتها كلها في اسكندرية، وكان عندها هواية التمثيل ودخلت فريق التمثيل الموجودة في المدرسة. عملت مسرحية ربع العدوية وكانت قايمة بدور ربع العدوية، وأخدت كاس الجمهورية في التمثيل. اللي سلمها الكاس كان هو الفنان حسن مصطفى، لأنه كان قيادي في التربية والتعليم من ضمن فريق التحكيم. ومن هواياتها كانت بتحب الكومبوز وكانت بتحب كرة الطايرة. كان في مسابقات بيعملوها على شاطئ في اسكندرية، أخدت فعلا ساعتها أجمل فتاة على الشاطئ، ومجلة الكواكب وقتها عملت لها صورة على الغلاف المجلة، لفتت الأنظار بجمالها. جالها عروض إنها تمثل، وجالها عروض عارضة أزياء. والدها كان متحفظ شوية على موضوع التمثيل، وافق على إنها تدخل عارضة أزياء، وفعلا اشتغلت عارضة أزياء شوية. المهم لما دخلت أولى ثانوي وتانية ثانوي اتقدم لها واحد معرفة والدها رجل أعمال، وده كان أول زوج في حياتها، وهو كان اسمه محمود الريس. كان أكبر منها بسنين كتير، بس هي وافقت من ضمن الأسباب اللي وافقت عليها إنه يخليها تمثل. خلفت منه بنت وحيدة مريهان. المهم سافرت للقاهرة على أمل إنها تقرب من التمثيل، بس جوزها رجع في كلامه وموافقش إنها تدخل مجال التمثيل، فاتطلقت وقعدت طبعا في القاهرة. فلجأت لمجلة الأزياء وبدأت تتعرف فيها لحد ما اتعرفت على زوجها التاني، كان مخرج سينمائي اسمه شريف حمودة، برضو على أمل إنها يوافق على إنها تدخل مجال التمثيل، بس رفض وما قعدتش كتير معاه وانفصلت واتطلقت. المهم خلصت تالتة ثانوي ودخلت كلية الآداب جامعة عين شمس. اتعرفت على زوجها التالت، وده كان محامي، وكان متجوز قبل كده وما كانش مخلف، وكان بيعامل بنتها كويس جدا. وعاشوا 3 سنين مع بعض. وكان حصل ظروف سياسية في البلد، كان لازم يسيب البلد ويسافر. عرض عليها انها تسافر معاه، لكن هي رفضت، فاتطلقوا في هدوء وسافر هو. عملت أدوار صغيرة في بعض المسرحيات لحد ما جالها فرصة مع الفنان فريد شوقي، وأخدت فرصة فيها. وكان في فيلم 30 يوم في السجن مع فريد شوقي وأبو بكر عزت ونوال أبو الفتوح، وكان فيلم معروف وعملت أدوار كتيرة جدا. اتعرفت بأدوار الأغراب، بالرغم جدا من المقربين منها كانوا بيحترموها جدا. وكانت بتصلي في الكابينة بتاعتها قبل ما تعتزل. فكرت تتحجب في عز شهرتها، أصيبت بعدها بجلطات ودخلت المستشفى. كان عندها شرايين ضعيف، كانت معرضة لجلطات كتيرة جدا حصلت لها، ولكن الحمد لله تعافت منها وقعدت فترة تمثل. اشتهرت، وبعد فترة جالها مرض روماتيزم ويعتبر مرض خطير. عاشت معاه عادي جدا سنين كتيرة وما كانتش فيه أي مشكلة خالص. وبعد فترة مش قليلة والدتها تعبت وفي عز نجوميتها، فراحت قعدت معاها في المستشفى وشافت أيام سودة أسود من شعر راسها. في الوقت ده شافت والدتها وشها بيكرمش وشعرها بيبيض، ووالدتها كانت جميلة جدا بس اتغيرت وتوفيت. وهي كانت بتصور فيلم هي مع الفنان سعيد صالح، وهي في المستشفى اتصلت بالمخرج والمنتج وقالت لهم أنا مش هكمل الفيلم. قالوا لها ليه؟ قالت لهم من غير أسباب خالص. على كده اعتذرت، وكان مش مصدقين ومفكرين انها بتهرب. وقالت لسعيد صالح وقتها انا مش هكمل المسرحية. وفي عز نجوميتها وشهرتها استغربوا. سعيد صالح ما كملهاش ليها فلوس المسرحية لانها ما كملتش العمل. وبالنسبة للمنتج رفع عليها قضية، لكن قالت لهم تحت اي ضغط انا مش هكمل فيلم، وانا تبت خلاص واعتزلت فعلا. راحت للشيخة ربنا يرحمها عبلة الكحلاوي وياسمين الخيام وشادية، وقالوا لها استمري علشان في عقد ما بينكم، ممكن يجيلك مشاكل كتير ومش حرام. لكن ما سمعتش كلامهم، ولما عرف المنتج ان هي تابت توبة نصوحة اتنازل على القضية، بالرغم انه كان مسيء. طلع عليها اشاعات اللي بنتها اللي هي بتعمل كده مش هي، وقالت لها البسي الحجاب، لكن كل الكلام ده غلط. بنتها لبست الحجاب بعدها، وهي اللي علمتها امور الدين والعباد حتى قبل اما تعتزل. المهم بنتها اتجوزت وحضر فرحها الشيخ الشعراوي والفنانة شادية. الشيخ الشعراوي اهدى لبنتها مصحف
وهو اللي خطب خطبة القرار، وكانت دايما بتسأل في بعض الحاجات ومفيش أي علاقة باعتزالها بالشيخ الشعراوي. قعدت مع بنتها وعملت مشروع مصنع تريكو. بنتها اشتغلت في الأزياء ولحد دلوقتي، وكانت معاها فلوس وعايشة حياتها بعيدا عن الفن، وما ظهرتش في أي لقاء. وفي آخر أيام حياتها 13 يناير عام 1997 كانت يوم 4 رمضان، وكانت متعودة إنها تصلي الفجر جماعة وتقرأ القرآن قبل ما تنام، وتظبط المنبه على الساعة 12 وتقوم الظهر، والساعة 12 الظهر المنبه رن، وبنتها دخلت تشوفها علشان المنبه ما فصلش، ودخلت لقيتها توفيت، وكانت مفكرة إن هي لسه ما ماتتش، ودي كانت غيبوبة. طلعت بيها على المستشفى وعملها صدمات كهرباء، لكن مفيش أي نتيجة. قالوا لبنتها إن هي انتقلت إلى رحمة الله، وكل ما تفتكروها تدعوا لها بالرحمة والمغفرة.